بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض الدرس الرابع من الوحدة الثالثة من مادة التاريخ، درسنا بعنوان الدولة الأيوبية. طبعا احنا في الدرس اللي فات عرفنا كيف انتهت الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي، وكيف طبعا ضعفت وانهارت الدولة الفاطمية، والأسباب اللي أدت إلى انهيارها. وطبعا عرفنا قيام الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين الأيوبي. طيب، الدولة الأيوبية قامت منذ عام 569 هجريا إلى عام 648 هجريا، ومن عام 1174 ميلاديا إلى عام 1250 ميلاديا. طبعا بيعد عصر الدولة الأيوبية من أهم العصور التاريخية الإسلامية، ليس لمصر وحدها بل في الشرق الإسلامي، حيث تحملت عبء الدفاع عن الشرق الإسلامي. يبقى الدولة الأيوبية العصر بتاعها كان من أهم العصور التاريخية الإسلامية، ما كانش لمصر فقط ولكن كان للشرق الإسلامي بأكمله، لأن الدولة الأيوبية هي اللي تحملت عبء الدفاع عن الشرق الإسلامي طبعا ضد الحملات الصليبية. طيب، قبل ما نتعرف كيف قامت الدولة الأيوبية لابد الأول إن احنا نتعرف على الخطر اللي هدد العالم الإسلامي قبل قيام الدولة الأيوبية، طبعا وهو الخطر الصليبي. الخطر الصليبي. طيب، ما المقصود بالصليبيون؟ هو لقب أطلق على الجنود الذين أتوا من أوروبا لغزو العالم الإسلامي واتخذوا من الصليب شعارا لهم. يبقى المقصود بالصليبيون هو لقب أطلق على الجنود الذين أتوا من أوروبا لغزو العالم الإسلامي واتخذوا من الصليب شعارا لهم. طيب، اندفعت الحملات الصليبية نحو الشرق على شكل موجات متتالية من عام 490 هجريا إلى عام 690 هجريا، ومن عام 1096 ميلاديا إلى عام 1291 ميلاديا. يبقى الحملات الصليبية كانت بتندفع نحو الشرق على شكل موجات متتالية، يعني حملات وراء بعضها، حملة صليبية أولى، حملة صليبية تانية، وهكذا. وكانت هذه الحملات مستغلة حالة ضعف الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، وقد قامت عدة حملات صليبية، ومنها طبعا أول حاجة الحملة الصليبية الأولى. طيب، الأول هنعرف ليه سميت الحملات الصليبية بهذا الاسم، يعني لماذا أطلق على هذه الحملات اسم الحملات الصليبية. هنقول لأن الجنود جنود هذه الحملات اتخذوا من الصليب شعارا لهم ورسموه على صدورهم وعلى أعلامهم. يبقى لما يجي يقولك بما تفسر أطلق على الحملات الصليبية هذا الاسم، هنقول لأن جنود هذه الحملات اتخذوا من الصليب شعارا لهم رسموه على صدورهم وأعلامهم. طيب، الحملة الصليبية الأولى بقى التي نجحت في إقامة، يبقى الحملة الصليبية الأولى نجحت في إقامة إيه؟ مملكة وثلاث إمارات صليبية في الشرق. يبقى الحملة الصليبية الأولى نجحت في إقامة مملكة وثلاث إمارات صليبية في الشرق. أول حاجة إمارة الرها في شمال العراق، تاني حاجة إمارة أنطاكيا بشمال الشام، 3 إمارة بيت المقدس وجعلوها مملكة لأهميتها الدينية. يبقى بيت المقدس، إمارة بيت المقدس هم اللي جعلوها مملكة عشان أهميتها الدينية. رابع إمارة اللي هي إمارة طرابلس على شاطئ البحر المتوسط. يبقى نقول تاني، الحملة الصليبية الأولى نجحت في إقامة مملكة وثلاث إمارات صليبية في الشرق. أول حاجة إمارة الرها في شمال العراق، 2 إمارة أنطاكيا بشمال الشام، 3 إمارة بيت المقدس اللي جعلوها مملكة لأهميتها الدينية، 4 إمارة طرابلس على شاطئ البحر المتوسط. طيب، بعد نجاح الصليبيين في حملتهم الأولى على الشرق، سرعان ما بدأ الجهاد ضدهم وحمل راية الجهاد كل من. طبعا المسلمين مش هيسقطوا على هذه الحملات الصليبية اللي كانت بتتجه نحو الشرق. وطبعا زي ما عرفنا ان الحملة الصليبية الأولى نجحت في إقامة مملكة وثلاث إمارات صليبية في الشرق، فطبعا المسلمين استحال ان هم يسقطوا على هذه الحملات الصليبية.
فبدأوا بقى الجهاد ضد هذه الحملات، واللي حمل راية الجهاد كان كل من أول واحد عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي اللي كان أحد أمراء دولة السلاجقة التي قامت في شمال العراق، وكان أميرا على الموصل. واستطاع عماد الدين زنكي أن يسترد إمارة الرها عام 1144 ميلاديا. يبقى استطاع عماد الدين زنكي أن يسترد إمارة الرها عام 1144 ميلاديا. طيب تاني واحد تولى الجهاد ضد الصليبيين هو نور الدين محمود. نور الدين محمود اللي تولى راية الجهاد بعد استشهاد أبيه عماد الدين زنكي. يبقى نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، واللي حمل راية الجهاد بعد استشهاد أبيه طبعا عماد الدين زنكي. حيث عمل إيه بقى نور الدين محمود؟ تصدى للحملة الصليبية الثانية عام 542 هجريا 1147 ميلاديا. وكمان استطاع ان هو توحيد البلاد الإسلامية وضم مصر إليها. كمان حرر الكثير من المدن الإسلامية، ولكنه توفى قبل أن يحقق حلمه وهو فتح بيت المقدس. يبقى تاني هنقول نور الدين محمود تولى راية الجهاد بعد استشهاد أبيه اللي هو طبعا كان عماد الدين زنكي، حيث ان هو طبعا اول حاجة عملها نور الدين محمود تصدى للحملة الصليبية الثانية عام 542 هجريا 1147 ميلاديا. تاني حاجة استطاع توحيد البلاد الإسلامية وضم مصر إليها. تالت حاجة حرر الكثير من المدن الإسلامية، ولكنه توفى قبل أن يحقق حلمه وهو فتح بيت المقدس. طيب بعد كده هنلاقي تالت واحد تولى أو حمل راية الجهاد هو كان صلاح الدين الأيوبي. طبعا اللي تولى راية الجهاد بعد وفاة نور الدين محمود. يبقى صلاح الدين الأيوبي تولى راية الجهاد بعد وفاة نور الدين محمود. ومن هنا بقى هتبدأ قيام الدولة الأيوبية. الدولة الأيوبية بتنسب إلى مؤسسها صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب، وهو من أصل كرجي. يبقى تنسب الدولة الأيوبية إلى مؤسسها صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب، وهو من أصل كرجي. حفظ القرآن الكريم ودرس الفقه. تدرب على الفروسية، والتحق في شبابه بجيش نور الدين محمود الذي أحبه وقربه إليه. كمان استطاع إنهاء الخلافة الفاطمية وتأسيس الدولة الأيوبية في مصر، واتخذ القاهرة عاصمة لها. يبقى تاني هنتكلم عن صلاح الدين الأيوبي اللي هو من أصل كرجي، واسمه صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب، وهو طبعا اللي أسس الدولة الأيوبية. تدرب على الفروسية، والتحق في شبابه بجيش نور الدين محمود الذي أحبه وقربه إليه، واستطاع إنهاء الخلافة الفاطمية وتأسيس الدولة الأيوبية في مصر، واتخذ القاهرة عاصمة له. يبقى اتخذ القاهرة عاصمة للدولة الأيوبية. طيب أهم أعمال صلاح الدين الأيوبي، أول حاجة وحد البلاد الإسلامية اللي هي مصر والشام والعراق تحت رايته. يبقى أول حاجة عملها صلاح الدين الأيوبي وحد البلاد الإسلامية مصر والشام والعراق تحت رايته. تاني حاجة نشر الأمن والأمان في مصر والبلاد المجاورة لها. 3 أنشأ المساجد والمدارس لنشر تعاليم الإسلام. 4 أحيا المذهب السني. 5 اهتم بالعلم والعلماء وقربهم إليه. 6 جاهد ضد الخطر الصليبي. يبقى أهم أعمال صلاح الدين الأيوبي، أول حاجة وحد البلاد الإسلامية اللي هي مصر والشام والعراق تحت رايته. 2 نشر الأمن والأمان في مصر والبلاد المجاورة لها. 3 أنشأ المساجد والمدارس لنشر تعاليم الإسلام. 4 أحيا المذهب السني. 5 اهتم بالعلم والعلماء وقربهم إليه. 6 جاهد ضد الخطر الصليبي. يبقى دي أهم أعمال صلاح الدين الأيوبي. طيب هنشوف بقى جهاد صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين.
جهاد صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين. سعى صلاح الدين الأيوبي للقضاء على الصليبيين وتخليص بيت المقدس من أيديهم، خاصة بعد أن زادت اعتداءاتهم على المسلمين، فدارت بينهم معركة حطين. يبقى جهاد صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين إن هو كان بيسعى طول الوقت للقضاء على الصليبيين وعشان يخلص بيت المقدس من أيديهم، خاصة بعد أن زادت طبعا اعتداءات الصليبيين على المسلمين. فقامت بين صلاح الدين الأيوبي والصليبيين معركة حطين. معركة حطين كانت عام 583 هجريا 1187 ميلاديا. معركة حطين كانت عام 583 هجريا 1187 ميلاديا. أطراف هذه المعركة هم المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين. سببها اعتراض الأمراء الصليبيين، خاصة أرناط اللي هو كان حاكم حصن الكرك. يبقى اعتراض الأمراء الصليبيين خاصة أرناط اللي كان حاكم حصن الكرك لقوافل الحجاج المسلمين والاستيلاء عليها وقتل من بها. يبقى سبب قيام معركة حطين اعتراض الأمراء الصليبيين خاصة أرناط اللي هو كان حاكم حصن الكرك لقوافل الحجاج المسلمين والاستيلاء عليها وقتل من بها. طيب، نتائج معركة حطين: انتصار المسلمين على الصليبيين، ووقوع ملك بيت المقدس وأرناط في الأسر. يبقى وقوع ملك بيت المقدس وأرناط في الأسر، التوجه إلى بيت المقدس وتخليصه من الصليبيين. توجه طبعا صلاح الدين الأيوبي هو والمسلمين إلى بيت المقدس وتخليصه من الصليبيين. طيب، هنقول تاني معركة حطين أطرافها كانت بين المسلمين بقيادة صلاح الدين ضد الصليبيين. سببها اعتراض الأمراء الصليبيين خاصة أرناط اللي هو كان حاكم حصن الكرك لقوافل الحجاج المسلمين والاستيلاء عليها وقتل من بها. نتائج معركة حطين: أول حاجة انتصار المسلمين على الصليبيين. 2 وقوع ملك بيت المقدس وأرناط في الأسر. 3 توجه إلى بيت المقدس وتخليصه من الصليبيين. طيب، دخول صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس. دخل طبعا صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس عام 583 هجريا 1187 ميلاديا، طبعا بعد معركة حطين وانتصاره فيها. استطاع صلاح الدين تخليص بيت المقدس من أيدي الصليبيين بعد حوالي 90 عاما من الاحتلال والأسر. يعني الصليبيين احتلوا بيت المقدس حوالي 90 عاما من الاحتلال طبعا، وكانوا بيأسروا الملوك اللي فيه وبيأسروا المسلمين. يبقى استطاع صلاح الدين الأيوبي تخليص بيت المقدس من أيدي الصليبيين بعد حوالي 90 عاما من الاحتلال والأسر. تسامح صلاح الدين الأيوبي مع أهل بيت المقدس حيث عفى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم. كمان أعفى الشيوخ والفقراء والأطفال من دفع الجزية. يبقى ماذا فعل صلاح الدين مع أهل بيت المقدس؟ هنقول عفى عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم. كمان أعفى الشيوخ والفقراء والأطفال من دفع الجزية. طيب، يا ترى بقى الصليبيين هيسكتوا بعد ما المسلمين استردوا بيت المقدس وبعد انتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين؟ يا ترى الصليبيين هيسكتوا ولا هيكون ايه موقفهم؟ هنلاقي ان محاولة الصليبيين استرداد بيت المقدس مرة أخرى. يبقى الصليبيين مش هيسكتوا، هيحاولوا استرداد بيت المقدس مرة أخرى. هنلاقي ان أرسلت أوروبا حملة صليبية جديدة لإعادة الاستيلاء على بيت المقدس بقيادة 3 من أكبر قوادها، وهم ملك فرنسا وإمبراطور ألمانيا وملك إنجلترا اللي كان في ذلك الوقت الملك ريتشارد قلب الأسد. خلاص، يبقى طبعا عرفنا ان الصليبيين مش هيسكتوا، هيحاولوا انهم يستردوا بيت المقدس مرة اخرى. هنلاقي ان ارسلت اوروبا حملة صليبية جديدة
لإعادة الاستيلاء على بيت المقدس بقيادة 3 من أكبر قوادها، وهم ملك فرنسا، إمبراطور ألمانيا، ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد. طيب إيه اللي حصل بقى؟ حدث ما يلي. أول حاجة، غرق إمبراطور ألمانيا وهو قادم في الطريق، فعادت جيوشه إلى بلادها. يبقى غرق إمبراطور ألمانيا وهو قادم في الطريق، فعادت جيوشه إلى بلادها. هنلاقي تاني حاجة، دب الخلاف بين ملك إنجلترا وملك فرنسا، ولذلك عاد ملك فرنسا لبلاده. يبقى غرق إمبراطور ألمانيا ورجع ملك فرنسا إلى بلاده. هيتبقى مين؟ هيتبقى ملك إنجلترا اللي هو ريتشارد قلب الأسد. هنلاقي إن خاض ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد بمفرده الحرب ضد صلاح الدين الأيوبي، وعجز عن هزيمته، فعقد معه صلح الرملة. يبقى خاض ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد بمفرده الحرب مع ضد صلاح الدين الأيوبي، وعجز عن هزيمته، فعقد معه صلح الرملة. طيب هنشوف ايه هو صلح الرملة، وايه من الأطراف، وايه سببه، ونص على ايه. صلح الرملة كان في عام 588 هجريا 1192 ميلاديا. أطرافه ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وصلاح الدين الأيوبي. سببه طبعا هو عجز ريتشارد قلب الأسد عن هزيمة صلاح الدين الأيوبي. نص على ايه بقى صلح الرملة؟ نص على بقاء بيت المقدس في يد المسلمين، بقاء بعض المدن الساحلية في يد الصليبيين. يبقى بقاء بيت المقدس في يد المسلمين، وبعض المدن الساحلية هتبقى في يد الصليبيين. تالت حاجة، السماح للمسيحيين اللي هم الأوروبيين بالحج إلى بيت المقدس. يبقى السماح للمسيحيين اللي هم الأوروبيين بالحج إلى بيت المقدس. يبقى دي أهم نصوص صلح الرملة. طيب بعد كده هنلاقي بقى وفاة صلاح الدين الأيوبي. مرض صلاح الدين وتوفى في مدينة دمشق عام 589 هجريا 1193 ميلاديا، بعد كفاح طويل بذله في كل ما يملك، بذل فيه كل ما يملك. يبقى وفاة صلاح الدين، مرض صلاح الدين وتوفى في مدينة دمشق. يبقى توفى صلاح الدين في مدينة دمشق عام 589 هجريا 1193 ميلاديا، بعد كفاح طويل بذل فيه كل ما يملك. طيب خلفاء صلاح الدين، مين بقى اللي هيخلف صلاح الدين بعد وفاته؟ بعد وفاة صلاح الدين قسمت دولته بين إخوته الذين حاولوا جاهدين أن يحافظوا على وحدة البلاد لصد الخطر الصليبي، خاصة بعد أن اتجهوا بحملاتهم نحو مصر. طبعا الصليبيين ما صدقوا أن صلاح الدين الأيوبي توفى، فبدأوا بحملات صليبية جديدة، ووصلت هذه الحملات إلى مصر. طبعا خلفاء صلاح الدين اللي هم كانوا إخوته حاولوا جاهدين ان هم يحافظوا على وحدة البلاد عشان طبعا ويقفوا ضد الخطر الصليبي، خاصة بعد ان طبعا الخطر الصليبي بدأ الحملات بتاعته بتتجه الى مصر. طيب اشهر خلفاء صلاح الدين، من هم اشهر خلفاء صلاح الدين؟ اول واحد هو الملك العادل اللي هو كان اخو صلاح الدين. يبقى الملك العادل اخو صلاح الدين اللي حاول ان هو يحافظ على وحدة البلاد. تاني حاجة تصدى للصليبيين. يبقى اهم اعمال الملك العادل حافظ على وحدة البلاد وتصدى للصليبيين. طيب تاني ملك من خلفاء صلاح الدين هو الملك الكامل ابن الملك العادل. يبقى الملك الكامل ابن الملك العادل اهم اعماله هو طرد الصليبيين من دمياط. طيب ثالث خلفاء صلاح الدين هو الملك الصالح نجم الدين أيوب. الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل. أهم أعماله هو طبعا توفى أثناء حربه مع الصليبيين، وأكملت زوجته شجر الدر وابنه توران شاه الكفاح ضد الصليبيين حتى انتصر عليهم. يبقى توفى الملك الصالح نجم الدين أيوب أثناء حربه مع الصليبيين،
وأكملت زوجته شجر الدر وابنه توران شاه الكفاح ضد الصليبيين حتى انتصر عليهم. طيب، نهاية الدولة الأيوبية. بعد الانتصار العظيم الذي تحقق على الصليبيين، دبر أمراء المماليك مؤامرة للتخلص من السلطان توران شاه آخر سلاطين الدولة الأيوبية وقتلوه. يبقى المماليك هم اللي قتلوا توران شاه آخر طبعا سلاطين الدولة الأيوبية، قتلوه عشان طبعا هم اللي يمسكوا الحكم. يبقى هكذا انتهت الدولة الأيوبية في مصر عام 648 هجريا 1250 ميلاديا، وقامت دولة المماليك. كده احنا نكون خلصنا مع بعض درسنا النهاردة، وأتمنى ان انتوا تتابعوني وتشتركوا في قناة آمون. وكانت معاكم مس أماني علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.